عمرك حبيت حد ولا كنت بس خايف تبقى لوحدك؟ استنى، ما تجاوبش بسرعة، عشان يمكن طول عمرك بتسمي الخوف حب. حب المراهقين بيبدأ فجأة، رسالة، نظرة، اهتمام بسيط، وفجأة قلبك بيجري كأنك لقيت نصك التاني. بس السؤال، هو فعلا نصك؟ ولا مجرد حد اداك إحساس إنك مهم؟ ليه أول ما حد يهتم بينا بنربط حياتنا كلها بيه؟ ليه بنتخيل المستقبل من أول أسبوع؟ ليه بنتكلم عن العمر وإحنا لسه مش عارفين إحنا مين أصلا؟ حب المراهقين دراما، صوت عالي، غيرة مش طبيعية، مراقبة أونلاين، آخر ظهور بقى مقياس أمان. لو قفل بدري، يبقى أكيد في حد تاني. لو ما ردش يبقى خلاص بيبعد. قلبك مش بيدق عشان حب، قلبك بيدق عشان قلق. عمرك سألت نفسك أنت بتحبها ولا بتحب الإحساس إن في حد مستنيك؟ هي بتحبك ولا بتحب فكرة إن في حد بيغير عليها؟ ليه أول خناقة بتحسسنا إن العالم انتهى؟ ليه كلمة سيبني بتكسرنا كأنها حكم إعدام؟ ليه بنهدد بالبعد بس من جوانا بنتمنى حد يمسك فينا؟ حب المراهقين بيعلمنا حاجة قاسية، إن أقوى مشاعر حياتك ممكن تطلع أضعف علاقة. تقولوا لبعض إحنا غير أي حد، بس أول اختبار حقيقي تكتشفوا إنكم لسه أطفال بتجربوا الإحساس لأول مرة. بتحبوا التملك مش المشاركة، بتحبوا الاحتياج مش الاستقرار. طب أسألك سؤال أغرب، لو شلت الغيرة وشلت الخوف وشلت الرغبة إنك تبقى مميز في حياتها، كان لسه هتحبها؟ ولو اختفت فجأة، انت زعلان عليها ولا زعلان على إحساسك معاها؟ ليه بنفتكر أول حب طول عمرنا مع إنه غالباً أضعف اختيار؟ ليه أول أجع بيحسسنا إنه نهاية قصتنا مع إنه مجرد أول فصل؟ حب المراهقين بيكبر بسرعة بس بينضغ ببطء، وعشان كده بيتكسر بسرعة. مش عيب إنك حبيت ولا عيب إنك اتكسرت، العيب إنك تفضل مصدق إن كل إحساس قوي يبقى حب حقيقي. الحب الحقيقي مش بيخليك خايف طول الوقت، مش بيخليك تراقب، مش بيخليك تفقد نفسك. الحب الحقيقي بيخليك أهدى، أثبت، أقوى. إنما حب المراهقين بيخليك أعلى وبعدين يرميك فجأة. والأصعب إنك بعد ما تخرج منه بتبص وراك وتسأل نفسك، هو أنا كنت بحب بجد ولا كنت بتعلم يعني إيه وجع؟ ويمكن ده دوره الحقيقي، إنه يكسر قلبك عشان لما تحب بجد تعرف الفرق.